مصطفى شوبير حارس الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يكشف عن مكالمة سرية بينه وبين حارس منتخب المغرب بعد تألقه في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. في البداية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة. مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي بعد تألقه أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي ب2-0 ليكشف عبر قناة اون تايم سبورتس عن تلقيه مكالمة من المغربي ياسين بونو أفضل حراس العالم وحارس الوداد المغربي السابق. وقال مصطفى شوبير عبر البرنامج: ياسين بونو كلمني بعد ماتش الذهاب مع الوداد لأنه كان حارس سابق في الوداد. قال لي أنا ما اتفرجتش على المباراة، لكن زمايلي كلموني وقالوا لي إنك عملت ماتش كبير وشجعني ودعمني. مش عايز الكابتن ميدو يزعل، بس ممكن نقول مرة أنا وصديقه بونو. وأكمل قائلا: حراستي لمرمى الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا رزق من ربنا. لحظة تشجيع جمهور الأهلي لي كانت حلم، وعندما رأيت أعداد الجماهير في النهائي أيقنت أن الله سيقف معي. بالتأكيد نحن في انتظار آرائكم في التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.